السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطالنا الغاليين علينا سنة أولى ثانوي. أهلا وسهلا بيكم، ويلا نخش مع بعض على طول في حل التقييم رقم 6. والسؤال الأول بيقول: لا يمكنني أن أعلم أي أحد أي شيء. إن أنا مش ممكن أعلم حد أي حاجة. كل ما يسعني فعله، كل اللي أنا نفسي أعمله، وهو حثهم على التفكير العلمي. نروح بقى، مين اللي كان بيحث الناس على التفكير العلمي؟ طبعا مش أفلاطون، ولا كتابات ابو التاريخ اللي هو هيرودوت، ما ينفعش. امال هناخد مين؟ هناخد اراء سقراط الفلسفيه. اشمعنى؟ عشان انت عندك في المنهج يا باشا سقراط والذي اعتمد منهجا يقوم على اعمال العقل في كل شيء. يبقى ده اول سؤال. السؤال الثاني بيقول: جاء اطلاق العرب لقب المعلم الاول على ارسطو نتيجه. ليه العرب اطلقوا على ارسطو لقب المعلم الاول؟ اشمعنى يعني؟ هل نتيجه اسبقيته في البحث التاريخي؟ طبعا ده خطأ. ولا اعماله للعقل، احنا لسه مجاوبينها فوق. ولا طابع علمي للتفكير. امال هو المعلم الاول ليه؟ علشان هو كان بيدرس كل العلوم. يبقى السؤال الثاني اجابته دراسه العديد من العلوم. ايا من الحضارات في بلاد اليونان وصل علم الطب قمتها؟ تعالى لي بقى واحده واحده كده. الطب قمته وصل في بلاد اليونان، تحديدا على يد واحد اسمه ابو قراط. طيب ليه يا مستر؟ ابو قراط ده هو اللي عمل حاجات كتير بقى، وهو اللي قرر انه يعتمد على الملاحظه الدقيقه العلميه الدقيقه، ووضع اسس واخلاقيات المهنه. يبقى اذا ابو قراط هو الاجابه. طب ابو قراط مش في اسبرتا ولا في كريت، امال ابو قراط فين؟ ابو قراط في اثينا. السؤال اللي بعد كده بيقول: السؤال بيقول لك: تعد المعابد من أهم مظاهر النشاط المعماري اليوناني. والله فعلا يا مستر. اشمعنى؟ هتكتب بقى معايا. ليه؟ لأنها كانت تعكس مدى تقديس اليونانيين لآلهتهم. علشان هم بيقدسوا آلهتهم فبنوا لها معابد. طيب، ومن أشهر المعابد اللي بنوها بقى هتروح كاتب معبد اسمه معبد البارثينون. ماشي، يبقى ده كده السؤال رقم 4. السؤال بعد كده بيقول لي: تطورت الكتابة التاريخية عند المؤرخين الإغريق. هو عايز كتابة تاريخية. هتمسكها واحدة واحدة بقى. هتمسك أول واحد تكتب الشعر الأسطوري. فاكرين انتوا لما كنا بنقول هوميروس؟ كان الراجل بتاع الإلياذة والأوديسا، شعر ملحمي، شعر الأساطير أو الملاحم. هتكتبه. يعني هنكتب تقول له: حيث انتقلت من شعر الملاحم، اللي هو الراجل هوميروس، إلى مرحلة التاريخ الحقيقي. طيب، مثل مين بقى المؤرخين الحقيقيين؟ مثل بقى تقول له هيرودوت وبوليبيوس وسترابون، كل الناس دول كده هتكتبهم. يبقى ده اذا دليل على تطور الكتابة عند الإغريق. نخش على المجموعة الثانية. وليجب علينا الحذر، نعم، عند الاعتماد على شعر الملاحم. ان احنا واحنا بنقرا شعر الملاحم لازم عندنا الحذر. يا عم الحاج، ليه؟ لان هو مش اسلوبه ادبي. امال هو ايه؟ هو بيعتمد على المبالغه. شعر الملاحم والاساطير بتاع هوميروس ده شعر مبالغ فيه شويه، فاقول له الاجابه اعتمادهم على المبالغه. هيرودوت ماله؟ بوليبيوس ماله تاني؟ استرابون ماله؟ القاسم المشترك بينهما هما الاثنين ايه؟ هل هما الاثنين اشتغلهم بالعلوم التي تركها اليونانيين ما تنفعش، وجمعوا بين المنافسه الرياضيه واليونان؟ لا، نجحوا في تحويل التجارب الى نظريه علميه. يا عم دول شعراء يا عم، مش تجارب ولا علم. امال ايه تدوينهم النشاط الانساني؟ ان كلهم اتكلموا في علم التاريخ. الله، طب ما علم التاريخ ده هو تدوين للنشاط الانساني كده. وبقى السؤال رقم 3 في هذه المجموعه مستر بول: ترجع الكثير من اصول العلوم في حضاره بلاد اليونان الى ايه؟ بلاد اليونان معظم العلوم اللي كانوا بيها هو كان اقتباس مش اختراع، ولا تحليل ولا نقد. واحد هيقول لي الاقتباس ليه؟ اقول له هم خدوا من حضاره مصر، صح ولا مش صح؟ وكمان خدوا من حضاره فينيقيا، صح ولا مش صح؟ فعلشان خدوا من مصر وخدوا من فينيقيا وضافوا اليها، هم بقى طبيعهم ضافوها، يبقى هو كانوا بيعتمدوا على الاقتباس. السؤال اللي بعد كده بيقول لك: الدين والفنون عند اليونانيين القدماء. هتكتب ايوه الدين ليه اثر والفنون في الفنون وتدخلوا في بعض. هتقول له: حيث كانت العقيده الدينيه هي المحرك الاساسي للفنون. طب اكتب معايا. هتقول له: حيث كانت العقيده الدينيه، برافو، هي المحرك الاساسي. طب هي المحرك الاساسي لمين يا مستر؟ للفنون. طب ليه يا عم المستر؟ هتقول لي: حيث تبقى فين هنا؟ حيث بنوا التماثيل والمعابد الضخمة لآلهتهم. يبقى عشان كده بنوا المعابد والتماثيل للآلهة ايه بتاعتهم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: أية صحة العبارة التالية: أثر رجال الدين في مصر
على مفكري الإغريق. يعني احنا الكهنة عندنا في مصر ليهم أثر في الإغريق. هتقول له عبارة صحيحة. صحيحة. طيب صحيحة ليه؟ هتقول له حيث سافر الكثير من العلماء والمفكرين إلى مصر. مش كل المفكرين، مثلا يعني عندك واحد زي سولون وغيره كتير، سترابون وبوليبيوس، كل دول المفكرين الإغريق جم إلى مصر ولينتهلوا من علمها. يعني هكتب إيه؟ هكتب حيث سافر العديد من العلماء الإغريق إلى مصر. ليه بقى سافروا؟ لينهلوا من علمها. وتكمل بقى. طب المجموعة الثالثة والأخيرة في هذا التقييم بتقول: أول سؤال أطلق على العالم أرسطو المعلم الأول، وعلى هيرودوت أبو التاريخ، وعلى أبوقراط أبو الطب. يبقى كل واحد خد لقب. هذه الألقاب أطلقت على علماء اليونان القدامى. طيب اشمعنى يا مستر؟ هتقول عشان الناس دي كانوا عندهم فكر علمي، عشان الناس دي كان عندهم ألقاب عالمية، بلغوا مرحلة النضج والتخصص في كل العلوم اللي هم درسوا فيها. يبقى بلغ مرحلة النضج والتخصص مش أسبقيتهم في الحضارة لأن احنا أولى. أمال تفرد جدع، تفرد اليونانيين بالعلوم والمعارف. اشمعنى؟ لأن اليونانيين يعني تقدموا في الكثير منها وتفردوا في الكثير منها واخترعوا النظريات فيها. يبقى الدليل على ذلك هي تفردهم في العلوم. اقتبس اليونانيين القدماء الكثير من العلوم المصرية، وكانت أهم المراكز التي ساهمت في ذلك. طبعا أهم المراكز اللي كانت ساهمت مش الجامعات خالص. امال كان كل الناس اليونانيين بيجوا إلى الكهنة، صح؟ طب والكهنة دول فين يا برنس؟ في مراكز العبادة. يبقى الإجابة الصح هنا هتكون مراكز العبادة. السؤال رقم 3 بيقول: ظهر ارتباط العقيدة الدينية ببلاد اليونان في الفنون بشكل واضح في مش التحطيب طبعا خالص ولا الرسم، امال العمارة. ليه؟ لأن هم خدوا العمارة المصرية وبناء المعابد المصرية وراحوا عملوا اختها في بلاد اليونان. يعني مثلا معبد زي معبد البارثينون خدوا الأعمدة الدورية اللي من مصر وعملوها عندهم، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى ده السؤال هيكون هنا فن العمارة، والتصوير غلط وبرضه الرسم غلط. السؤال اللي بعد كده مقالي بيقول لي: يا مستر حدد العلاقة بين مدينة أولمبيا والمنافسات الرياضية العالمية. هات قلمك ويلا اكتب علشان هتكتب كتير. مدينة أولمبيا كان بيننا وبينها منافسات. هتقول لي حيث هي المكان أو المنشأ على حسب ما تكتب الأول التي كانت تقام فيها الألعاب الرياضية تكريما. كانوا بيعملوها ليه؟ للإله زيوس. الكلام ده كله كان بيتم على جبل الأولمبيوس. يبقى دي السؤال هنا. اللي بعد يقول لك: وجه الشبه عند الدين عند المصريين القدماء واليونانيين القدماء. عد بقى. في وجه شبه كتير قوي: 1 2 3 4. امسك اول واحد. هتقول لي عندهم حاجه اسمها مستر تعدد الالهه. الالهه اللي عندنا هي الالهه اللي عندهم. الهه كتيره متعدده، الهه سواء كانت مشتركه او مختلفه. يبقى دي اسمها تعدد الالهه. طب رقم 2 هتقول له: في الاعتقاد في البعث والخلود. يبقى الناس دي عندها اعتقاد في البعث والخلود، انك بعد ما تموت هتبعث تحاسب. الكهنة او رجال الدين كان للكهنة دور مهم في الحضارة هنا والحضارة هنا. مش بس كده، الآلهة بتاعتهم تتحول في صورة بشرية زي برضو المصريين القدماء لما كانت آلهتهم في صورة بشرية. يبقى احنا كده يا بطل الأبطال خلصنا مع بعض التقييم رقم 6، ويلا بينا سريعا على التقييم السابع ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. أول سؤال معانا في التقييم رقم 7 بيقول: نستنتج من سهولة سيطرة الإسكندر الأكبر على مصر. مش الإسكندر سيطر على مصر؟ سيطر. طيب ايه بقى اللي خلى الإسكندر يسيطر عليها بسهولة؟ هو السؤال هنا انا عايز اساله لك. مصر كانت تحت حكم مين؟ هتقول لي تحت حكم الفرس. برافو عليك. طب هل الفرس كانوا يعاملون المصريين معامله حسنه؟ تقول لي لا. يبقى اذا بغض المصريين لحكم الفرس هي دي الاجابه. ونقلب على السؤال اللي بعده اللي بيقول: ضمن الاسكندر الاكبر لمصر كان نذيرا بزوال حكم مين؟ اسالك سؤال: الاسكندر لما جاء مصر بعد كده اتجه شرقا، صح؟ تقول لي صح. شرقا عشان يحارب الدوله الفارسيه. هتقول لي لافريقيا؟ لا، هو خد فينيقيا قبل ما يجي لمصر. امال شرقا الى فين؟ العراق يا باشا وايران. العراق وايران هي معقل المكان الفارسي او
الفرس كان وقتها. السؤال اللي بعد كده بيقول لي أي من الآتي نستدل منه على تطبيق البطالمة سياسة الاحتكار في التجارة. أي حاجة تدل إن البطالمة طبقوا سياسة الاحتكار في التجارة. عد معايا بقى، هل هي إنشاء المواني؟ لا. أمال الترسانات؟ لا. وسك العملة؟ لا. أمال الاحتكار إيه؟ الاحتكار يا صديقي هي السيطرة على الأسعار، السيطرة على السلع. مفيش سلع تتباع وتتشري غير بإذنهم، هو ده نظام الاحتكار. بالتالي أنت كده عرفت الإجابة وهي تحديد الأسعار. السؤال اللي بعده بيقول لي قرر الإسكندر الأكبر بناء مدينة الإسكندرية. اشمعنى؟ علشان لتكون محفظك 3 تكون لتكون إيه؟ عاصمة له، وتكون ايه؟ مركزا لنشر الحضارة الإغريقية، وتكون ايه؟ قاعدة بحرية. يبقى عشان تكون عاصمة ومركز لنشر الحضارة وتكون قاعدة بحرية. السؤال رقم 5 بيقول تنوعت ملكية الأرض الزراعية في مصر في زمن البطالمة. أقول لك صح، تنوعت الملكية. طب تنوعت ازاي؟ دلل بقى. هتقول حيث، يلا كده، لم تكن الأراضي للملك فقط. يبقى الأرض ما كانتش للملك بس، أمال إيه يا مستر؟ هتقول حيث كانت هناك أراضي مقدسة للمعبد، وكانت هناك أراضي إقطاعيات، في أراضي إقطاعيات، وكانت هناك أراضي هبات إن هي تهب للموظفين الأكفاء والناس الشاطرة في تلك الفترة. السؤال اللي بعد كده والمجموعة رقم 2 يا مستر، وبيقول أي من البلاد الآتية اجتمع فيها قادة جيش الإسكندر لتقاسم أملاكه؟ هو الجيش الإسكندر بعد ما خلص اتجه فين يقعد؟ هتقول اتجه إلى العراق وعشان يحارب الفرس، والاسكندر يا باشا مات في العراق ودفن هناك. يبقى الإجابة بتاعتنا هتكون العراق. ليه يا مستر؟ لأنهم عملوا مؤتمر اسمه مؤتمر بابل، ومؤتمر بابل ده كان موجودا في العراق. سؤال رقم 2 بيقول يقول الشاعر ولما نزلت بمصر كان نوالها، ماشي يا عم، تعديل عدل لا يمال لجانبي، حاكم كالنسيم يلف حلم أمة، يدني القريب ويجبر قلب المجانب. يعني ايه الكلام ده؟ هو كلام كبير قوي يا عم الحاج، بس بيقول لك يعني ان انا لما جيت مصر ماشي وجدت معامله حسنه ووجدت الناس فيها حلوين. يبقى مش اظهار المعبودات المصريه، امال ولا الابقاء على النظم الاداريه، ملهاش دعوه بالاداره دي، والارض ملهاش دعوه بالارض، امال هي ايه؟ ايوه برافو عليك، معامله المصريين معامله حسنه على طول. السؤال اللي بعد كده، احنا الناس مش بتوع عربي بس معلش، يستثنى من عوامل رواج التجاره بمصر زمن البطالمه. يعني ايه من العوامل اللي سهلت عمليه التجاره ايام البطالمه؟ هتروح تقول على طول ان قدرات البطالمه العسكريه. والله ده هي اول سؤال. من عوامل رواج التجاره هو قدره البطالمه العسكريه، التقدم الزراعي والصناعي والموقع الجغرافي. ولا اليونانيين بالتجاره؟ لا ما ينفعش. امال وانا ليه خدت دي؟ قال لي بص كده، على الرغم من ان البطالمه كانوا يريدون السيطرة على مصر علشان أهميتها الاقتصادية، ولكن اللي ساعدهم في ذلك القدرة العسكرية بتاعتهم. فالقدرة العسكرية دي مش موجودة في الموضوع أصلا، فعلشان كلمة يستثنى أنا هاخد قدرة البطالمة العسكرية. ليه؟ لأن أولا الزراعة ديت مش تستثنى، الموقع الجغرافي ده برضه مش يستثنى، ولا اليونانيين بالتجارة مش يستثنى. أمال اللي يستثنى إيه؟ ملوش دعوة بالاقتصاد وهو القوة الإيه؟ العسكرية. استنتج الأثر الناتج على اعتقاد البطالمة أن تأثير الدولة عالميا يكمن في اقتصادها. التأثير في الاقتصاد، والدليل هتقول له أن البطالمة قاموا بتأسيس نظام جديد اللي هو الاحتكار. يبقى البطالمة عملوا نظام جديد بقى اللي هو نظام الايه؟ الاحتكار. ليه يا مستر عملوا نظام الاحتكار؟ قال لي انهم ارادوا السيطرة على الاقتصاد في مصر. حدد العلاقة بين الفرس والاسكندر الاكبر. في علاقة بين الفرس والاسكندر، هتقول على طول الفرس والاسكندر كان بينهما صراعا مريرا. يبقى الاجابة بتاعتي هتقول العلاقة بين الفرس والاسكندر انهما كان بينهم، بين مين يا مستر؟ بين الفرس والاسكندر صراع طويل. الاسكندر جه خد منهم فينيقيا، وجه خد منهم مصر، وبعد مصر اتجه ناحية بلاد الفرس للسيطرة عليهم. يعني هقول له ايه؟ هقول له حيث انتزع منهم مصر وفينيقيا والعراق
ودخل لبلاد فارس علشان يسيطر عليها. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة. إذا كان الإسكندر الأكبر قد سعى لكسب ود المصريين، يبقى الإسكندر لو كان بيحب المصريين وبيسعى لكسب ودهم، فإن خلفائهم خالفوا ذلك. ليه مش تقول لي خلافه ذلك بسك العمله، ملهاش دعوه. ليه؟ لان خلفاء الاسكندر الاكبر لما جم مسكوا مصر عملوا ايه؟ خلوا المصريين طبقه دنيا، وهم اصبحوا هم الاسياد والطبقه العليا، وعملوا نظام الاحتكار، وراحوا جايين مكتوبه في المذاكره عندك، حيث اخذوا اجود الاراضي المصريه وقسموها على نفسهم. يبقى هتقول لي الاجابه الصحيحه وهي سياسه تقسيم الارض. طيب السؤال اللي بعد كده، حافظ البطالمه اثناء وجودهم بمصر على استدامه جوده الارض والتربه الزراعيه. حرصوا على استدامتها ازاي يا مستر؟ من خلال ايه؟ من خلال اصلاح نظام. ما هو الري ده مطلوب بس مش للاستدامه، الاستدامه هي المحافظه على الارض. طب هم هيحافظوا على الارض ازاي؟ كانوا بيتبعوا يا مستر نظام دوره زراعيه. الدوره الزراعيه ان هو بيريح الارض كام شهر ويزرعها كام شهر، تفضل الارض ترتاح 6 شهور وتتزرع 6 شهور، فالارض تفضل قويه وتفضل محافظه على قوتها. يبقى ده اسمه اتباع نظام الدورات الزراعيه. يخرج، خد بالك منه، يخرج عن اسباب تاسيس الاسكندر لمدينه اسكندريه، احنا لسه واخدينه. هتقول لي تخليد ذكراه في العالم؟ لا مش يخرج، ده من نهي، يبقى مش تنفع. نشر الحضاره الاغريقيه ولا قاعده عسكريه ولا مقر لاقامه الاغريق؟ انا هاخد يا مستر ان هو بنى مدينه اسكندريه عشان تكون قاعده عسكريه، فده مش تنفع، وبناها لنشر الحضاره الاغريقيه، فبرضه دي مش تنفع. امال دي اللي تنفع مقر للاغريق، يبقى دي ما كانتش من اهداف الاسكندر في بناء الاسكندريه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي مؤتمر بابل. استنتج الاثر الناتج عنه. اول فكرك كده لما راحوا اجتمعوا في بابل عملوا ايه؟ انت عارف ان هم راحوا قسموا الامبراطوريه. يبقى انا لما اقول له مؤتمر بابل ده ليه اثر في ايه، هترد تقول لي نتج. ده السؤال رقم 4 هنجاوبه هنا، نقول نتج عنه تقسيم الامبراطوريه الكبيره بتاعت الاسكندر بين قواده. وهتاخد بقى ده خد ايه؟ بطلميوس خد مصر، سيلوقس خد سوريا، وامتيجينوس خد بلاد مقدونيا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك تعددت انواع الصناعات ايام حكم البطالمه. الصناعات اللي كانت موجوده تعددت، اجابه صحيحه، يبقى السؤال مش كذاب. طيب هتجاوب وتعلل بايه؟ هتقول له حيث ازدهرت. اكتب بقى ازدهر صناعه الزيوت، يبقى دي اول حاجه كانت مزدهره. طب رقم 2 والورق. طب رقم 3 والزجاج. طب رقم 4 والتعدين. هتكتب كل الصناعات يا مستر اللي ازدهرت في عصر البطالمة. ويبقى احنا كده يا مؤمن خلصنا مع بعضينا النموذج رقم 7 الاسترشادي، ويلا بينا سريعا على النموذج اللي بعد كده. ابن الغاليين اهلا وسهلا بكم مرة 10. وفي النموذج رقم 9 لما نقول اول سؤال، المجموعة الاولى واللي بقراءة خريطة التوسع الروماني للعالم نجد ان مدخل البحر المتوسط اصبح جزءا من املاك روما. مدخل البحر المتوسط بقى جزء من املاك روما امتى؟ اقول لما روما سيطرت عليه. طب هي روما سيطرت عليه امتى؟ تقول لي لما روما سيطرت على قرطاجة. اقول لك طب روما سيطرت على قرطاجة امتى؟ تقول لي على طول في الحروب البونية، وذلك اول سؤال خلص. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ارتبط استخراج الذهب والفضة في روما بتطور الصناعة، الا انه ساهم بشكل كبير في تطورت الصناعة ماشي، ولكن الكلام ده ساهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات التجاريه. الذهب والفضه سهل المعاملات فعلا، يبقى الاجابه بتاعتنا تسهيل المعاملات. اشمعنى؟ هتقول له بقى حيث استخدمت المعادن النفيسه في سك العملات النقديه ادى الى توحيد النظام في انحاء الامبراطوريه وسهل عمليه البيع والشراء والتبادل التجاري. فلو الذهب والفضه ما كانوش موجودين كانش هيكون في عمليه تبادل تجاري. يعد المحصول الاستراتيجي. وهنا نسكت كثيرا ونقول مش الزيتون ولا العنب. قلت لك ايه؟ القمح يا مؤمن. ليه؟ لان روما كانت مخزن الغلال. يبقى احنا خدنا على طول محصول استراتيجي القمح، والسؤال ده دايما بيجي وتاخد بالك منه يا الطالب النابغ. السؤال اللي بعد كده بيقول لي فسر اسباب اهتمام الرومان بتوفير العملات النقديه. يا سبحان الله، ما هي فوق اهي لسه مجاوبينها. يبقى ليه؟ هتقول لي وذلك من اجل، اكتب يا تسهيل المعاملات التجارية. يبقى هو عمل كده عشان يسهل المعاملات التجارية والبيع والشراء والتجارة تزدهر. انزل على السؤال رقم 5 اللي بيقول التجارة في روما خلال العصر الملكي والعصر الامبراطوري. التجارة ايام في روما ايام العصر الملكي والعصر الامبراطوري. عايز منها ايه يعني؟ عايز بص حدد وجه الشبه كده، وجه الاختلاف فيهم او مدى الانتشار. ما وجه الاختلاف؟ هو هنا تقريبا مش بيسألني شبه، هو بيسألني على وجه الاختلاف. اقول له واحدة واحدة. التفسير ان في العصر الملكي التجارة كانت محدودة، ماشي يا عم، وكانت محلية، يعني يا دوب بس داخل يعني مش كان امبراطوريه بقى ساعتها داخل الولايات الرومانيه الصغيره. اما بقى في العصر الامبراطوري فالبحر المتوسط كله يا معلم اصبح بحيره رومانيه. فاكر ولا مش فاكر؟ وازدهرت التجاره العالميه ووصلت الى حدود مصر، ووصلت الى
يا اخي خدوا القرطاجه، يا اخي القرطاجه دي كانت هي المسيطره على التجاره في فتره من الفترات. طب انا يا مستر عايز اكتب، هنكتب ايه؟ نيجي نختصر الكلام كده في سطرين ونقول له التفسير وهو في العصر الملكي كانت قليله، ماشي، تقتصر على الولايات الرومانيه. اما بقى في العصر الامبراطوري ايه اللي حصل لها بقى؟ ازدهرت. طب ليه؟ قال له حيث اصبح البحر المتوسط بحيرة رومانية وازدهرت التجارة في العصر الإمبراطوري. السؤال اللي بعد كده، والمجموعة الثانية بيقول لي أصبح البحر المتوسط بحرا داخليا بين الولايات الرومانية في أعقاب إيه؟ يعني البحر المتوسط كله بعزة وجلالة قدره أصبح بحر داخلي بين الولايات الرومانية إمتى؟ أقول على طول لما ضموا قرطاجة؟ أقول لك لا يا أسطى، ده قرطاجة دي ضموها من زمان وضموا بلاد تانية بعديها. يقول لي مين يا مستر بعديها؟ أقول له فكر كده، بلد اتضمت سنة 31 قبل الميلاد. 31 قبل الميلاد، طب فكر تاني كده في معركة اسمها أكتيوم. تقول لي الله، هو أنت قصدك على اللي هي مصر؟ أقول لك برافو عليك، وصلت يا بني ادم. طيب السؤال هنا مفيش ضم مصر، لا في بس انت مش واخد بالك وعايز تركز شويه عشان مش تاخد على قفاك. انتصارها في الحروب البونيه مش تنفع. امال مصر اهي، مصر اهي ضم املاك بطليموس بن لاجوس او بطليموس بن لاجوس. السؤال دوت مهم جدا وسؤال حلو وفيه فكره جميله. اسم المجموعه الثالثه والثانيه شكلها بتولع معانا. السؤال رقم 2 اللي بيقول رغم ضم روما لقرطاج، ماشي يا عم، روما خدت قرطاج وانها اصبحت جزءا من الامبراطوريه الرومانيه، ماشي برضو، الا ان روما منحتها بعض المميزات. على طول تجري وتروح تاخد تجاريه مش موجوده يا مستر؟ لا موجوده. امال التجاريه اللي هي الاقتصاديه؟ ما هو الاقتصادي يعني زي ما انا معلمك زراعه وصناعه وتجاره، فما لقيتش يبقى تاخد على طول الاقتصاد اللي هو اعم واشمل. السؤال اللي بعد كده، اي من عصور روما الاتيه اتسمت تجارتها من خلال، او تاني، اي من عصور روما الاتيه اتسمت التجاره خلالها بانها كانت تجاره داخليه؟ اوه حلو السؤال ده، السؤال ده جميل وانا لسه مجاوبه فوق. تجاره داخليه يعني روما لسه ما توسعتش، يعني روما لسه في او المملكه الرومانيه الاولى اللي كانت في بدايه العصر الملكي، يبقى اذا روما ما توسعتش، يبقى في العصر الملكي. السؤال اللي بعد كده، ما ينفعش طبعا ناخد الجمهوري لان ده قمه او التوسع، والامبراطوري برضه توسع، مفيش حاجه اسمها العهد القنصلي، دي بره الموضوع خالص. السؤال بعد كده بيقول لي ايد صحه العباره، ماشي يلا نأيد. تعددت ايه الصناعات القائمه على المعادن في روما؟ اقول لك ايه، مش الناس دي سؤال كانوا في حالة من الحالات الحروب؟ لا، طالما كانوا في حالة من حالات الحروب هتقول لي حيث برعوا في صناعة الأسلحة، يبقى الناس دي صناعة أسلحة. أقول لك برافو عليك. والناس دي كان عندهم تجارة ولا مش عندهم؟ عندهم. هتقول لي وبرعوا في صناعة المعادن أو العملات. يعني تاني كده نمسحها ونقول انا عارف ان خط وحش والناس مش مبسوطه، بس اعمل ايه بقى؟ اكتب ورايا وخلاص. يبقى برعوا في صناعه الاسلحه دي رقم واحد. 2 برعوا في صناعه العملات المعدنيه. العملات المعدنيه من الذهب والفضه، والاسلحه من الحديد والبرونز. تعال السؤال رقم 5 بيقول استنتج الاثر الناتج على اندلاع الحروب البونيه. تيجي يا ابني افكرك كده بالحروب البونيه. الحروب البونيه ديت هي حرب طويله كانت بين روما وبين ايه؟ قرطاج. برافو عليك. طيب استطاعت فيها روما ان هي تسيطر على شمال افريقيا، وقبليها كانت مسيطره على اسبانيا، وبدات السياده المطلقه على البحر المتوسط. فانا هقول له ايه؟ هقول له حيث سيطرت روما على قرطاجه واسبانيا وشمال غرب افريقيا، وكده على طول يبقى سيطرت على البحر المتوسط. المجموعة الأخيرة في النموذج رقم 9 والمجموعة الثالثة، وبتقول تخير الإجابة الصحيحة من بين البدائل. يلا نتخير. لم يشكل القراصنة تهديدا لتجارة روما بفضل إيه؟ عشان كان قوي القراصنة ما شكلوش. بص، مش انت فاكر انت لما كنا بنقول واحنا في الحصه في العصر الامبراطوري او في العصر تحديدا الامبراطور اوغسطس او اوكتافيوس قاموا بتطهير البحر المتوسط من القرصنه؟ ولا على طول؟ طب الراجل اللي يروح يطهر البحر من القرصنه ده قوي ولا ضعيف؟ لا اكيد قوي. طب طالما هو قوي يبقى نروح ناخد على طول قوه الاسطول الروماني اللي هي بفضل قوه اوغسطس اوكتافيوس. الرقم 2 بيقول لي اصبحت روما مالها عم الحاج هي سيده العالم القديم بلا منازع. بلا منازع يعني مفيش حد معاها يسيطر على العالم القديم بعد ضمها. هقول لك بقى، قال لي يد اصبحت سيده العالم القديم بعد ضمها لمصر ولا ضمها لقرطاجه؟ هتقول لي ما هم ضموا الاثنين. اقول لك لا، لازم تفكر شويه كده وتكون بني ادم لذيذ. هي بعد ضمها لقرطاجه استمرت فتره طويله من الزمن عمال ما سيطرت على مصر، فسيطرت عليها سنه 31 قبل الميلاد.
ولما سيطرت على مصر مكتوب عندك أصبحت سيدة العالم القديم بلا منازع. ومصر دي موجودة فين؟ موجودة في الشرق. شرق مين؟ أقول لك شرق أفريقيا. وتحديدا فين في أفريقيا؟ تقول لي شمال شرق أفريقيا. يبقى إجابتنا هنا شمال شرق أفريقيا، وما ينفعش إجابة تانية غيرها. السؤال اللي بعد كده بيقول بتحليلك خريطة توسعات روما الإمبراطورية، ماشي، نجد أنها امتدت في 3 قارات لأول مرة خلال. يبقى يعني إيه؟ يعني بيقول لك إمتى روما استطاعت أنها تدخل في 3 قارات أو تسيطر على 3 قارات. أنت كده كده عارف إن هي توسعت في أوروبا اللي هي إيطاليا، وفي أفريقيا اللي هي قرطاجة الحرب البونية، ولكن في المرة الثالثة لما راحت سيطرت على آسيا. آسيا فين؟ اللي هي أرض الفينيقيين اللي هي تحديدا سوريا. طيب هي سيطرت على آسيا اللي هي أرض الفينيقيين اللي هي تحديدا سوريا، مش في النظام الملكي ولا في الإمبراطوري، أمال تكون في العصر الجمهوري. يبقى الإجابة في العصر الجمهوري. السؤال اللي بعد كده بيقول لي فسر أسباب ازدهار النشاط التجاري في عهد الإمبراطورية الرومانية. واحدة واحدة معايا. هي روما أصبحت فيها أمن وأمان، وأصبحت فيها نقل ومواصلات وبنية تحتية، كل ده بفضل السلام الروماني او استقرار السلم الروماني. يعني ارض روما بقت مستقرة، وامنوا بقى الطرق، وانشأوا شبكات برية متطورة، ووحدوا العملة والموازين والمكاييل. كل ده موجود عندك. طب انا هقول ايه؟ انت هتقول اللي انا هقوله ده. اكتب معايا. الاجابة هتكون وذلك بسبب سيادة الامن. طيب رقم 2 واستقرار روما. رقم 3 وتأمين الطرق البرية والبحرية. طب رقم 4 وتوحيد العملة والمكاييل والموازين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي استنتج الأثر الناتج على قوة الأسطول الروماني. الأثر الناتج من قوة الأسطول الروماني كان إيه؟ الإجابة على طول هيكون لما كان قوي سيطر على التجارة العالمية، ماشي، حيث تحول البحر المتوسط إلى طريق يربط بين الولايات الرومانية. يبقى السؤال ده اجابته قوة الاسطول الروماني كانت في ذلك. يبقى احنا هنا بني ادمين خلصنا النموذج رقم 9، ويلا بينا في النموذج رقم 10، وهعمل لك فيه اختراع كده يا رب يعجبكم. يلا بينا. اهلا بكم وسهلا في التقييم رقم 10. والاختراع اللي انا وعدتكم بيه في التقييم اللي فات، قلت لك ان احنا هنعمل لكم حاجة جديدة في التقييمات دي من الاخر. ونظرا للخط وحش عندي، والموضوع انك تسمع فيديو كبير طويل عريض، فانا عملت لكم التقييمات كلها، وممكن انزلها لكم محلولة في مذكرة صغيرة كده تسمى الخلاصة في الكراسة بتاعتنا احنا اللي عاملينها. يعني يديك ملخص التقييمات كده، بنحل فيها التقييمات كلها. وهسيب لك كمان اللينك بتاع التقييمات كلها محلول في الورقة دي بطريقة شيك كده على الكمبيوتر، في اللينك اسفل الفيديو. يا ريت تبص عليه وتروح تحملها وتذاكر مع نفسك. طيب يا مستر، هل التقييمات اللي موجودة دي هي التقييمات؟ والله هي التقييمات الوزارية، وروح راجع ورايا كمان. السؤال الاولاني بيقول لك التقييم في الاسبوع العاشر يظهر وجه الشبه بين مجلس الشيوخ في العصر الملكي عنه في العصر الجمهوري. يعني بيقول لك من الاخر كده ايه وجه الشبه؟ ما هو وجه الشبه بين مجلس الشيوخ في العصر الملكي، ماشي يا عم، وبين مجلس الشيوخ في العصر الجمهوري؟ وخصوصا هو عايز هنا وجه الشبه، ماشي. اقول له الاثنين هؤلاء المجلسين تكونا من ناس اسمهم الارستقراط، صح ولا مش صح؟ صح. طب الارستقراط دول هل هم سلطة تشريعية ولا نفوذ اقتصادي ولا مهام؟ لا، هم طبقات. الطبقات التي تكون منه مجلس الشيوخ، والطبقات اللي تكون منه مجلس الشيوخ في العصر الملكي والعصر الجمهوري كان هي الارستقراط. والارستقراط هنا تبقى طبقات التكوين. السؤال رقم 2 اي من الهيئات الاتيه اثناء النظام الملكي في روما تشابه مهمتها مع مجلس الشيوخ في سبارتا؟ خد يا مجلس الشيوخ في سبارتا كان مفروض بيعمل ايه؟ هتروح تقول لي كان هيئة استشارية من الارستقراط اللي بيشاركوا الملك في إدارة شؤون البلاد. اقول لك برافو عليك. طب ما مجلس السيناتو كان بيعمل كده في روما برضو. يبقى انا الإجابة هتكون
مجلس السيناتو. يبقى الهيئة اللي أثناء النظام الملكي تتشابه في مهمتها في مجلس الشيوخ في سبارتا اللي هو الاستشاري تقول له مجلس السيناتو. يستثنى يعني مش من سلطات مجلس الشيوخ خلال العصر النظامي الجمهوري في روما. ايه اللي يستثنى منها؟ ايه اللي مش منها؟ هتقول لي اللي مش منها السلطة الدينية. اشمعنى؟ لأن أولا مجلس الشيوخ في العصر أو في النظام الجمهوري في روما كان له العديد من السلطات، تركزت السلطات السياسية لو تفتكر والتشريعية، وكان هيئة الأرستقراط العليا الهيئة العسكرية. يبقى إذن هو ليه في السياسة وليه في التشريع وليه في العسكرية، بس لا هذا المجلس لم يكن مجلس الشيوخ لم يكن له سلطة دينية، يبقى ده يستثنى منه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إيه؟ نستنتج الأثر الناتج عن اندلاع الحرب البونية. يعني يا مستر لما اندلعت الحرب البونية اللي هي كان بين سبارتا بين قرطاجة وبين روما، ايه اللي حصل؟ هتقول لي أدت إلى، اكتب معايا بقى، أدت إلى انتصار روما على قرطاجة. طيب وبعد ما انتصرت روما على قرطاجة ظلت هي المهيمنة على العالم. يبقى انتصرت واصبحت هي ظلت هي المهيمنة والمسيطرة على العالم. رقم 5 بيقول لي استنتج او فسر تصدع. كلمة تصدع دول يا حبايبنا يعني انهيار. ليه انهار النظام الملكي في روما؟ بص يا باشا، كان في ملك في روما اسمه الملك تاركينيوس. الملك تاركينيوس ده فاكر هو عمل ايه؟ سلب الارستقراط سلطتهم، وعمل ايه تاني؟ ولم يشعر بمعاناة الشعب. يبقى خد السلطة وما حسش بالشعب. اكتب بقى، والذي سلب الارستقراط سلطتهم. طب وبعدين 2 لم يشعر بمعاناة الشعب. فلما ده كله حصل ايه اللي حصل؟ تقول لي خرجوا عليه الارستقراط بثوره وشالوه وراحوا جايين عاملين النظام اللي بعديه وهو النظام الجمهوري. السؤال اللي بعد كده بيقول لي في المجموعه الثانيه تشابه النظام الملكي في روما مع النظام الملكي في سبارتا في عدم امتلاكهم للسلطه. هي والله سهله دي، السلطه القضائيه. هنا خدنا ليه السلطه القضائيه مثلا؟ هتقولي لان سواء كان الملك في روما او النظام الملكي في روما او النظام الملكي في سبارتا هما الاثنين كانت ملكيه مقيدة. مقيدة يعني ايه؟ يعني لم يكونوا يتحكمون في كل حاجة في البلد، ما كانوش مسيطرين سيطرة كاملة. ليه؟ كانوا تحت رحمة مجلس الشيوخ لو تفتكر، والرقباء ليه؟ الشعبيون. يبقى اذا هنا هم ما يمتلكوا السلطة القضائية. طب السؤال بعد كده، اصبحت روما سيدة العالم بلا منازع. السؤال ده اتكرر قوي 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 على طول، لسه مجاوبينه في النموذج اللي فات وقلنا شمال شرق افريقيا. طب هو هنا مش جاب لك شمال شرق افريقيا وجاب لك بلاد، فانت تختار بقى قرطاجه ولا مصر. يلا كده شوف هتختار ايه. ها جدع، تختار مصر لكن قرطاجه ما تنفعش. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي اضعف عناصر الحكم في النظام الملكي. مين اضعف ناس هناك؟ اللي ما يعملوش حاجه واللي رايهم استشاري واللي بيجتمعوا وبينفضوا وما لهمش اي حكم، هي جمعيه الاحياء. طبعا الملك ما ينفعش عشان ليه، ومجلس الشيوخ برضه ليه سلطه، وجمعيه القبائل ليها سلطه طبعا. خلاص، يبقى اذا اضعف العناصر هذا هو جمعيه الاحياء. ليه؟ لم يكن له سلطه فعليه في اتخاذ القرار. ده الاستنتاج بتاعك. استنتج الاثر الناتج على سيطره اوكتافيوس على الحكم. اول ما سيطر على الحكم خلاص يبقى انتهت دوله البطالمه. يبقى اول حاجه هتكتبها لي كده هنا واحده واحده كده، اللي هو انتهاء دوله البطالمه. يبقى اول شيء في هذا الحكم بتاع علق والدنيا باظت. يبقى اول شيء هنا تقول لي انتهاء دولة البطالمة. يبقى دي اول شيء. طب رقم 2، لما سيطر هذا الملك ايه اللي حصل؟ اصبحت مصر ولاية رومانية. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ استقرت الاوضاع الاقتصادية. ليه؟ عشان استقر الأمن والأمان وسيطروا على مصر اللي كانت مخزن الغلال. يبقى إذن لازم الأوضاع الاقتصادية تستقر. السؤال اللي بعد كده رقم 5 بيقول لي تسببت طبقة العامة في عدم اكتمال الديمقراطية. أقول له ليه؟ لأن العامة هم اللي عملوا الثورة، صح؟ ورغم مكتوبة كده عندك في المذكرات، ورغم أن هم اللي عملوا الثورة ولكنهم لم يكونوا ينتخبون بعضهم البعض، بل كانوا يميلون لانتخاب الأرستقراط. يبقى هنا أقول له إيه؟ أقول له نعم، حيث كان العامة يميلون لانتخاب الأرستقراط
يبقى هما بيميلوا ان هم ينتخبوا الطبقة الارستقراطية العليا، ما زالوا برضه. المجموعة الثالثة مستر بتقول الطبقة التي اخذت على عاتقها القيام بالتغيير السياسي من النظام الملكي الى النظام الجمهوري. مين الطبقة اللي كانت بتغير على طول؟ والله احنا وانت عارف ان هي طبقة الارستقراط. ليه؟ ما الارستقراط هم اللي عملوا الثورة على النظام الملكي وشالوا الملك تاركينيوس المتجبر الظالم وراحوا جايين عاملين نظام جمهوري، يبقى طبقة الارستقراط. السؤال اللي بعد، طب العيال اللي مش فاهمة الارستقراط يعني ايه يا مستر الارستقراط؟ يعني طبقة الاغنياء، يعني طبقة اصحاب الاموال، دول بنسميهم احنا في التاريخ عندنا طبقة الارستقراط. قام بدور الوسيط بين الطبقة العامة والارستقراط اثناء الحكم الجمهوري. مين بقى كان وسيط بين طبقة العامة وبين طبقة الارستقراط؟ تاخد بعضك وتقول اللي كانوا حلقة وصل. مين اللي كان بياخد من الشعب ويدي الملك وياخد من الملك ويدي الشعب؟ هتقول لي على طول نقباء العامة، على طول، مش مجلس الشيوخ ولا رجال الدين ولا حتى جمعية القبائل. اول حاكم في العصر الامبراطوري اغسطس. طب اغسطس مش موجود، هتاخد اوكتافيوس. ليه؟ لان اغسطس واوكتافيوس ده حاجة واحدة. فسر اسباب ازدهار النشاط التجاري. ايه اللي خلى النشاط التجاري يا مستر ينضج في هذا العصر بالذات؟ هتقول له بسبب سيطرة روما على كل البحر المتوسط وتأمين التجارة البحرية من القرصنة. تاني كده قول له بسبب سيطرة روما على البحر المتوسط وتأمينه من القرصنة. يبقى ده كده ازدهر النشاط التجاري في روما. طب اللي بعده، لا في حاجة تانية انا نسيتها، والعملات كمان. انت ممكن تكتب واختراع العملات، سواء كانت العملات الذهبية او العملات الفضية. السؤال بعد كده رقم 5 بيقول نجح اوكتافيوس في تحقيق امن روما. صح يا ابني. ليه؟ عبارة صحيحة. اشمعنى؟ تقول لي حيث انهى الصراعات والحروب. كان في صراعات وحروب قبله، انهاها. مش بس كده، وامن الامبراطورية الرومانية. مش بس كده، واعاد بناء الهيكل الاداري. يبقى كل الكلام ده كده عمله مين؟ اوكتافيوس. يبقى اوكتافيوس نجح في امن روما. يلا بينا بسرعة على النموذج اللي بعد كده والامتحان اللي بعد كده والتقييم اللي بعد كده، وهو التقييم ال11. انا اتمنى يكون اللي انا عامله ده في يعني في التقييمات يكون عاجبكم، ان احنا حاولنا نغير شويه، نخرج من جو التقييم الممل بتاع الوزاره كده لحته ايه، ملزمه منسقه. وانا بعيد لك تاني بقول لك لو عايز الملزمه ديت هتلاقيها، بس ابعت بس اي تعليق كده واي كومنت تحت الفيديو، وانا هبعت لك اللينك اللي تحمل منه الملزمه محلوله، ومحلوله بخط كمبيوتر كده وبطريقه شيك، وبسم الله الرحمن الرحيم في التقييم ال11. سؤال بيقول لي لعب الإغريق دورا هاما في الفنون الرومانية. صح. طيب لعبوا دور هام في الفن الروماني، اللي هو الإجابة هيكون إيه؟ فن روماني مش تصوير يا عم. طيب فن روماني برضه مش نقش يا عم. امال فن روماني عمارة. طب عمارة وايه؟ وعمارة ونحت. طب انا مستر اقول العمارة والنحت ليه؟ تقول له حيث تأثروا بالأعمدة اليونانية. يبقى الرومان دول تأثروا باليونان، اللي هم تأثروا بالأعمدة المصرية، وكلهم امتدوا بالأعمدة المصرية أو خدوا منهم الفكرة اللي هي الأعمدة الدورية، ولكن كل واحد منهم كان له طبعه الخاص وطريقته الخاصة. يبقى هناخد عمارة ونحت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي حاول الإمبراطور الروماني تنشيط التجارة من خلال، يعني الإمبراطور الروماني نشط التجارة من خلال إيه؟ هقولها تاني وتالت ورابع. مش ألغى الضرائب طبعا، ولا اختراع العملات، ده ملوش دعوة بالتنشيط، وليه دعوة بالتجارة التنشيط لا، والفتح لا. يا عم القوى البحرية، أمن البحر، خلص على القرصنة، فالدنيا بقت لذيذة معاه. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لي تلاشى الرومان في النظام الجمهوري بعض اخطاء النظام الملكي. يعني الناس بتوع النظام الجمهوري ما وقعوش في الاخطاء، مش في كلها، في بعض اخطاء النظام الملكي. تقول لي اللي هو ايه؟ لما هم منحوا العامه حقوقهم السياسيه. النظام الملكي ما كانش بيدي للعامه اي حقوق، لكن النظام الجمهوري ادى للعامه حقوقهم السياسيه، وكده كده العامه بوظوا الدنيا ومالوا برضو الى طريقه الحكم العشوائي، او مالوا الى ان هم ينتخبوا الارستقراط. رقم 4 بيقول لي استنتج الاثر الناتج عن سعي العامه لنيل بعض حقوقهم السياسيه في المجتمع الروماني. تقول يا مستر ليه؟ لان العامه دول اصبح منهم طبقه اسمها طبقه نقباء العامه، وطبقه نقباء العامه دي اللي كانت حلقه وصل بين الحكومه والشعب. فلما ده حصل، الحكومه توصلت بالشعب، ادى ذلك الى، تكتب بقى الاجابه، ادى ذلك الى استقرار الحكم في روما. يبقى الحكم في روما فضل فتره مستقر كده بسبب ان العامه خدوا حقوقهم السياسي. سؤال رقم 5 بيقول لي برع الرومان في النحت. ليه؟ العباره صحيحه ان هم اتسموا الناس ديت بالنحت الواقعي، ونحتوا تماثيل اكنها حقيقيه، زي تمثال الوجه بتاع راس قيصر، فاكرينه؟ وبرده بعض التماثيل زي او بعض النقوش البارزه زي قوس النصر. يبقى انا هكتب ايه هنا؟ هقول له وذلك حيث تخصصوا في نحت التماثيل الواقعية. يا سلام بقى، تكتب رأس قيصر وزي تمثال بومبي، وأيضا نحتوا حاجات تانية كده زي قوس النصر.
يبقى دي كده الإجابة بتاعت أي. السؤال اللي بعد كده المجموعة الثانية بيقول تشابه تكوين قاعدة الهرم الاجتماعي في روما مع بعض فئات الطبقة الدنيا. يعني الهرم الاجتماعي في روما تشابه مع الطبقة الدنيا اللي كانت موجودة فين؟ هتقول له اللي كانت موجودة في إسبرتا. ازاي ومش ازاي؟ والاجابه يا مستر هقول لك خد تعالى. ومش كانت الهرم الاجتماعي قاعده تضم العبيد والعبيد الذين اسروا في الحروب؟ طب ما هو نفس الفكره، ما كان يشبه نظام العبيد اللي موجودين في اسبرتا اللي كانوا يشكلون القاعده الانتاجيه والخدميه للمجتمع العسكري في اسبرتا. يبقى اذا هنا كان عبيد وهنا كان عبيد. الهرم الاجتماعي القاعده هنا كانت من العبيد والقاعده هناك كانت من العبيد. انتهى تقديس الشعب في روما لبعض حكامه مع ظهور سؤال سهل على طول قوي، تقول على طول مع الديانه المسيحيه. ليه؟ لان الديانه المسيحيه ما ينفعش انك تعبد حد غير ربنا، ما ينفعش تعبد الاباطره ولا تقدس صور الاباطره. تشابه وضع الكهنه في روما مع وضعهم في مصر من خلال عهد مين؟ على طول اخناتون. طب ليه يا عم الحاج؟ لان بص، لم يكن للكهنه وضع مميز، صح؟ وكذلك ايام اخناتون لم يكن لهم وضع مميز. ليه؟ لان اخناتون قيدوا نفوذ الكهنه وربطها بسلطه الفرعون. يبقى اذا الكهنه ما كانش لهم طبقه في روما والكهنه ما كانش لهم طبقه في اخناتون. والسؤال ده سؤال كفار، سؤال عايز ناس مصحصحه جدا جدا جدا. اللي بعد كده بيقول لي السؤال الاتي: اي صحه العباره؟ بلغ الرومان درجه كبيره في التقدم في فن العماره. اقول له تقدموا في فن العماره. دلل يا مستر التقدموا، اكتب يلا معايا. حيث بنوا الكوليسيوم. يبقى بنوا الكوليسيوم. ومش بس كده، واستخدموا العقود. ومش بس كده، والقباب. يبقى استخدموا القباب والعقود. ومش بس كده، وبناء الطرق المرصوفة. يبقى كل ده كده كان تقدما لهم في مجال العمار. حاجة الرومان لتجميل منازلهم وتزيينها، وحلو قوي الحتة دي، حيث استخدموا الرسم، فاكرينه؟ وكان رسم الفسيفساء اللي اول من استخدمه هم الرومان. فهتكتبها، يعني هتكتب ايه يا مستر؟ هكتب كده الاجابة: حيث برعوا في فن التصوير والرسم، اللي هو ما بين قوسين الفسيفساء، لتزيين الجدران بمناظر طبيعية. طيب ايه المجموعة الثالثة؟ والسؤال فيها بيقول: ارتبط اهم فنون الرومان ارتباطا وثيقا بعلم ايه؟ هترد وتقول له وانت قلبك مطمن: بعلم الهندسة. واحد يقول لي لماذا يا مستر علم الهندسة؟ هتقول لي انهم كانوا يعتمدون بشكل كلي على الحسابات الهندسية الدقيقة لبناء الاقواس زي قوس النصر، فاكره؟ يبقى الناس دي استخدموا الهندسة واستخدموا حسابات دقيقة. فلك سيبك منه، كيمياء سيبك منه، والكلام ده سيبك منه. اهم الفنون بالهندسة على طول. تحالف طبقة العامة مع الحرفيين بهدف الحصول على امتيازات طبعا سياسية. طب هتقول لي يا مستر اجتماعية ما تنفعش ليه؟ هقول لك لا، التفسير هو تحالف العامة والحرفيون مع اللي هم الطبقة الدنيا عشان يواجهوا نظام الاحتكار اللي كان بيفرضه الارستقراط. ده كان هدفه الاول، هو ان هم يوصلوا لمنصب سياسي. هدفه الاول ان هم يشاركوا في الحكم، يشاركوا في اتخاذ القرار. يبقى مش اجتماعي، يبقى اهدافا سياسية. ارتبطت عبادة الإله جوبيتر عند الرومان. حلو قوي السؤال ده، عبادة جوبيتر عند الرومان ارتبطت بعلم ايه؟ وجايب لك شوية علوم تختار منها. هل كيمياء مين يعني؟ ولا طب؟ امال علم الفلك على طول. اشمعنى؟ لأن تفسير جوبيتر في الميثولوجيا الرومانية كان هو كبير الآلهة. وكبير الآلهة ده مرتبطا بمين؟ مرتبطا بالسماء. طيب والسماء دي، يبقى إذا ده علم الفلك على طول. السؤال بعد كده: تمتع رجال الجيش الروماني بالسلطة والثروة عشان ايه؟ هتقول لي عشان الناس ديت كانوا ان هم في اواخر عصر اصبحوا قادة الجيش، واصبحوا يمتلكون نفوذ سياسي هائل. زي مين كده؟ فاكر انت يوليوس قيصر واوكتافيوس؟ ما الناس ديت يعني اصبح منهم قادة جيش، واصبح منهم اصحاب فرق عسكرية واصحاب نفوذ، واستولوا على مساحات عالية من الاراضي. طب يلا نكتب مع بعض. هتقول لي حيث، معلش الصفحة طلعت، اقول لي هنا مع تاني، ركز معايا. حيث اصبح منهم قادة الجيش مثل اوكتافيوس ويوليوس قيصر، واستولوا على الأراضي الزراعية، وأصبحوا هم سادة القرار في هذه الفترة. استخدم الرومان اللغة اللاتينية. أيوة يا مستر، استخدموا اللغة اللاتينية ليه؟ من أجل إيه؟ هتقول لي من أجل نشر الثقافة الرومانية وتوحيد الشعوب. يلا، من أجل نشر الثقافة الرومانية وتوحيد
الشعوب. هو دي كده، مش بس كده، واستخدموها لغة رسمية في الجيش. يبقى كمان كانوا بيحبوها قوي وبيستخدموها لغة رسمية في الجيش، وظلت هي اللغة الرسمية لفترات وسنين طويلة في هذه الفترة. بس كده يا صديقي، وهنا يبقى احنا في الفترة دي حلينا لك من أول التقييم السادس، وبعديها التقييم السابع والثامن والتاسع والعاشر والحداشر. واتمنى انكم تتابعونا في القناه، واللي عنده اي سؤال يسيبه لي في الكومنتات، واللي عايز الملزمه دي محلوله منسقه لذيذه، انا مش طالب منك فلوس ولا طالب منك حاجه، بس اكتب لي كده يا مستر ان انا محتاج الملزمه بتاعه التقييمات دي محلوله، وانا هبعت لك الكلام ده كله محلول ومنسق PDF. وخليك فاكر انك تدعي لي دعوه حلوه، وانك مع القيصر اكيد لازم تسيطر على التاريخ، وخد بالك من نفسك، والسلام عليكم.